السلام عليكم. النهاردة عاملة لكم من نص كيلو دقيق عاملين ميني سينامون. بيطلع ما شاء الله كمية كتيرة بالشكل ده. وهقول لك كمان على صوص يطلع معاكي خطير، قوامه تقيل بالشكل ده ويطلع معاكي هش جدا. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجة معايا بولة هحط فيها كوباية من اللبن وبيضة، معلقتين من السكر، معلقتين من لبن البودرة، وحطيت كمان رشة خفيفة من الفانيليا وكيس خميرة. هقلبهم كويس كده بالمضرب الويسك، اتاكد ان الخميره والبيضه كله داب والسكر. انزل بقى بنص كيلو من الدقيق، بس طبعا هنخلهم وعليهم رشه ملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يطلع مش مكتوم معايا. تقليب كده على السريع، بعدين اعجن بايديا. لو حسيت العجينه تقيله معاك شويه ممكن تحط شويه ميه تكون دافيه. هعجن كده لمده دقيقتين، بعدين هنحط معلقتين من الزبده الطريه تكون بدرجه حراره المطبخ. العجينة هتتقطع معاكي بس هترجع تلم تاني. العجينة تبقى طرية بس ما بتلزقش في ايديكي. هغطيها بأي كيس مطبخ واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما نجهز صوص الجبنة بتاعنا. حطيت نص كوباية سكر، نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية من المية المغلية، وكمان رشة خفيفة من الملح ومعلقة من الزبدة تديها لمعة. وحطيت علبة من جبنة المثلثات أو ممكن جبنة كريمي، أي نوع جبنة من غير ملح، وضربتهم في الخلاط لمدة 5 دقايق. هخليهم في الفريزر لحد ما يتماسكوا معايا. هنا بقى ليه الخلطة اللي هنحشي بيها العجينة بتاعتي: معلقتين سكر بودرة، معلقتين قرفة، معلقتين كاكاو. هقلبهم مع بعض وهجيب العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. هدهن كده الرخامة دهنة خفيفة من الدقيق وانزل عليها العجينة بتاعتي. شايفين ما شاء الله العجينة خمرت. هفرد كده على شكل مستطيل بالشكل ده بالنشابة، وحددها كده بالسكينة بحيث تبقى شكل مستطيل. هدهن كده معلقتين من الزبدة العجينة واحط من الخلطة اللي انا عملتها اللي هو سكر بودرة مع قرفة مع كاكاو، وهلف كده العجينة لور بالشكل ده، وهقفل كده العجينة على الاطراف بحيث ما تفتحش مني. وبالسكينة كده هاخد، طبعا احنا عاملين ميني سينامون، يعني عاملين كده كميات صغيرة، هقطع كده يعني مقدار 2 سنتي كده. والعجينة اللي لميتها بعد ما قطعتها دي بقى برضو بفردها تاني وبعمل نفس الخطوات بالظبط. واجيب الكوبايات دي من اي مستلزمات حلواني واحط فيها العجينة بتاعتي، اغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. وهنا كده بعد ما العجينة خمرت ما شاء الله كده فردت كده في الكب، واكون مشغلة الفرن على نار عالية، واحط الشبكة في الرف الوسطاني واسيبها تاخد يعني كده من تلت ساعة ل15 دقيقة على حسب ايه. مش بنشغل شواية، بنشغل فرن بس، ومبتتحركش منك ولا اي حاجة. هنا بقى هنجيب الصوص الجبنة اللي احنا عملناه. طبعًا طالع من الفريزر ساقع خالص، حطيت عليه نُص كوباية من الكريم شانتيه وهاضربهم بالمضرب لحد ما يبقى القوام ده. أحلى صوص جبنة ممكن تعمليه لأحلى خلطة للسينامون، خطير إن شاء الله تجربوه يعجبكم. وهنا شايفين ما شاء الله طلع معايا السينامون عبى الكب وخطير جدًا، والكب ما اتحرقش مني ولا أي حاجة. إحنا ما ولعناش فرن، ولعنا شواية بس، ونزلت بقى عليه بصوص جبنة. وبكده السينامون معايا يكون خلص. أتمنى يا رب تجربوه يعجبكم. أشوفكم على خير.